يا مساء الحياة. بعيدا عن الأجواء الرمضانية اللي ورايا وجوجي وطمطم، جاية النهاردة أتكلم معاكم في موضوع الكلمة الحلوة والكلام الطيب والدعم النفسي اللي ممكن نقدمه لغيرنا. مين فينا مهما وصلت يعني ثقته بنفسه أو إن هو داعم لنفسه، ما بيحتاجش في وقت دعم اللي حواليه وتشجيعهم والكلمة الحلوة اللي تطبطب على قلبه والكلام الإيجابي. مين فينا في وقت ضيقته وهمه وحزنه ما بيحتاجش كلمة كده حلوة تطبطب عليه وتطلعه من اللي هو فيه؟ والله يا جماعة، ممكن كلمة توصلك ل7 سما وكلمة تانية تنزلك ل7 أرض، برضو بعيدا عن ثقتك بنفسك، بعيدا. يعني ساعات فعلا الواحد تعرف ساعات ايه، يبقى الواحد لابس مثلا يعني لبس حلو، هو عارف ان هو حلو، بس لما يجي حد يقول له الله ايه الجمال ده، ايه الفستان القمر اللي انت لابساه، او ايه القمر اللي انت، يعني دي بتوديك في حتة تانية. فبجد يعني احنا مش هنخسر حاجة، مش هندفع فلوس لما نقول لبعض كلام حلو. وانا احكي لكم كده على حكايه او قصه كده بسيطه حصلت لي في حياتي. انا في اولى جامعه كنت الاول في كليه تجاره، يعني اول ما دخلت جامعه دخلت كليه التجاره. المهم بعد 2-3 كده من الدراسه حسيت ان لا، انا مش هقدر اكمل، وكنت بمر بظروف نفسيه بجد صعبه. فقلت لا، انا السنه دي مش هكمل وهحول السنه الجايه كليه اداب، خصوصا ان انا كنت ادبي اصلا، فبالنسبه لي الرياضه كان بالنسبه لي يعني صعبه وكده. فقلت لا، انا هقعد السنه دي، لان طبعا بعد 3 شهور من الدراسه فاوريدي باب التحويلات قفل، وهكمل السنه الجايه، هحول السنه الجايه ايه لكليه اداب. وبالفعل فجيت قلت ايه، طب ما انا هقعد الشهور دي هعمل ايه في البيت وكده، انا هشتغل. بالنسبه لي كانت اول مره ليا تجربه ان انا اشتغل، انا لسه طالعه من ثانويه عامه ودخلت على الكليه، فموضوع الشغل ده يعني ما كانش في ما حصليش قبل كده، او ما اشتغلتش قبل كده، وبابا ساعتها كمان كان رافض الموضوع. فالمهم بعد محايلات مع بابا وكده، فقررت ان انا انزل مع واحده صاحبتي شغاله في مصنع ما وكده، فقالت لي تعالي وكده، ده هم طالبين، وتعالي وجربي واشتغلي وشوفي. بالنسبه لي كانت تجربه جديده. بعدين يعني انا نزلت في شغل مش شغل ده، هم مش بيشغلونا، هم كانوا يعني عارفين اللي بيشتغلوا في الفعل دول، شغل 12 ساعه مرهق جدا مع واحده اصلا ما جربتش شغل قبل كده. فكان بالنسبه لي الموضوع يعني ايه، يعني لا، يعني المهم يعني فات اول اسبوع مثلا وانا لا خلاص، يعني انا مش هكمل، مش قادره جسمانيا ونفسيا، مش قادره والله. انا بجد من كتر بقى الكلام الحلو والدعم اللي حواليا، انا قعدت في الشغل ده 6 شهور، وفعلا كان من احسن 6 شهور قعدت في حياتي، رغم الظروف النفسيه اللي انا كنت بمر بيها، لاني يعني لقيت كمية كلام حلو ودعم من اللي حواليا، من البنات بقى اللي شغالين معانا، وانا ايه، هم كانوا شايفين خضتي يعني من الموضوع، وكنت لسه بقى 18 سنة كده او 19 سنة، فشايفيني صغنونة كده وكيوت، وانا كنت ايه من نوع الهادية زيادة عن اللزوم، يعني الهدوء اللي هو يموت دوت. فبجد والله يعني كمية احتواء وكمية كلام حلو وكمية دلع خلوني ان انا مش عايزة، يعني حتى ساعات احنا كنا بننزل ساعات الجمعة شغل، يعني كانت ساعات المشرفة تقول لي لا خليكي الجمعة دي اجازي ما تنزليش، اقول لها لا، انا نازلة، من كتر ما فعلا حببوني في المكان. فانا بقول لكم يعني ممكن فعلا كلام يخليك تروح في حتة تانية خالص، في 7 سما، وكلام تاني يخليك يعني هو فعلا في كلام بيموت، يعني فعلا يعني احنا دايما بنسمع واحد
زعل بقى من كلمة، نام يا عيني، ما قامش تاني. في الاخر يعني احنا مش هنخسر حاجة لو قلنا كلام حلو لبعض وشجعنا بعض. وعلى فكرة انا بقول الكلام ده للناس الطبيعيين العاديين، مش ملناش دعوة بالناس التانية اللي هي اصلا بتبقى مستكترة عليك اصلا، يعني ان هي ممكن تقولك كلمة حلوة. يعني لا، انا بتكلم عن الناس الطبيعية، لان احنا فعلا ساعات بننسى نقول كلام حلو يعني لبعض، بننسى. فانا بقول الكلام ده للناس الطبيعية، لاني في الاخر هيرحل الجسد ويبقى الاثر.